الرياض 2024. والتكلفة الضخمة لموسم الرياض. تحتضن الرياض الموسم الترفيهي في نسخته الخامسة، واللي بيعتبر من أضخم وأهم الأحداث الترفيهية في السعودية. ويعد موسم الرياض حدث متكامل، وبيسهم في تطوير المجتمع ويعزز من مكانة المملكة كواجهة رائدة في عالم الترفيه والثقافة. وده طبعا مش رأيي ولا كلامي، ده رأي وكلام تركي آل الشيخ. وبيستهدف الموسم جميع الفئات العمرية، وبيتضمن فعاليات متنوعة تتناسب مع جميع مستويات الداخل المختلفة، وده بيجعله واجهة بارزة تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع من المواطنين والمقيمين لتثري حياتهم وتدخل البهجة على قلوبهم. وأعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه إن موسم الرياضة 2024 حقق نجاح قياسي خلال أسبوع واحد من افتتاحه، وبلغ عدد زوار 2 مليون زائر. وفي الوقت ده بتشهد السعودية عدد من المشاريع والبرامج الترفيهية اللي بتعزز من جودة حياة الفرد وتتعكس بشكل إيجابي على الأفراد، وبتسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وده بالإضافة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكمان تعزيز السياحة الداخلية والخارجية وجذب الاستثمارات الأجنبية. وكمان بيعد عامل مساعد في توفير الفرص الوظيفية للكادر السعودي. وبحسب إحصائيات هيئة الترفيه، شهدت الفعاليات حضور يتجاوز 120 مليون شخص، وده بالإضافة لمشاركة 3700 شركة. وده بيعتبر مؤشر واضح وضخم على نجاح القطاع الترفيهي، وده بيسهم في بناء مجتمع نابض بالحياة، وبيعكس رؤية المملكة سنة 2030 وبيعزز من مكانتها. وعن تكلفة موسم الرياض 2024، وعلى الرغم من عدم الكشف عن التكلفة الدقيقة لموسم الرياض 2024، فلكن بلغت تكلفة موسم الرياض سنة 2019 والرقم زاد ل 24 مليار ريال سعودي، وبتشمل التكاليف المتعلقة بالبنية التحتية والأجور المدفوعة للفنانين والرياضيين والمشاركين. فبكده التكلفة هتكون مضاعفة عن 24 مليار ريال.